بينما كنت ندور في المواقع الأجنبية لقيت بالصدفة قصة تاع شاب جزائري درك يكون كبير يحكي على موقف مرعب صرا له كي كان في الخدمة الوطنية في التسعينات. هذا الجزائري يقول بلي هو وصاحبه صارت لهم حاجة بيزار في الصحراء تندوف، ما حبوش يحكوا عليها لأي واحد بيسك خافوا يقولوا عليهم مهابل، وبعتها لواحد الموقع أجنبي قال لهم بلي خدمت الخدمة الوطنية في تندوف ولتم تعرفت على واحد الصديق، مع الوقت رجعت صداقتنا قوية، رجعنا ما تفارقوش. وفي واحد الليلة قرر هو وصاحبه باش يروحوا لسونتر فيل تاع تندوف في الليل والصحراء وظلام كحل، وزيد الكازيرنا تاعهم بعيدة ب3 كيلومتر ولا 5 على سونتر فيل تاع تندوف، بصح كان كاين ضوء تاع القمر، وبين ما كانوا يمشوا في الليل شافوا ضوء قاصح في وسط الصحراء، ومن بعد بدا يقترب منهم، بدا يدنا عليهم بالعقل كي شغل راه جاي لعندهم. هو وصاحبه راحوا يتخباو مروحة التلة تاع الرمل، حسبت لهم صحابهم جاو يحوسوا عليهم ولا فاقولهم باللي هرب، لو كان غير جات صح رغم انهم كانوا متخبيين هذاك الضوء قعد غير يدنا عليهم حتى اقترب منهم وكانوا بعاد عليه ب5 مترات، وشافوا حاجة رهيبة قالوا جامي شفناها في حياتنا، حاجة طول تاعها 5 مترات طير في السماء على 9 مترات من الارض وتدور عليهم بسرعة كبيرة، هما ما فهموا والو اذا هذه سفينة فضائية ولا جن ولا تخيلات. لو كان كانت تخيلات لو كان شافها واحد بصح شافوها زوج تسمى حقيقة. المهم انت لو كان كنت بلاصتهم واش كنت راح دير؟ بينا راح تهرب. هكذاك هما هربوا يجروا وهذيك الحاجة حبست في بلاصتها. كي رجعوا الكازيرنا ما حبوش يحكوا القصة هذه لحتى واحد، وقالوا بلي ما قدرنا نحكوها لحتى واحد وبقات تسير بيناتهم، لأنه على بالهم بلي واحد ما راح يصدقهم في الجزائر. نتوما في رايكم هل هذا الشيء حقيقي ولا خرطي؟ انا نسمع بابو فانوس ولا غول الصحراء اللي يكون كشغل نار في الصحراء ويجيب داك ليه اذا خسرت فيه، بصح جامي سمعت بلي يروح للناس ويقترب منهم. المهم اذا عجبتك الحكايه دير جام وابوني، ورابط الموقع اللي جبت منه القصه تلقاه في الديسكريبشن، وما تجيش تقول لي خرطي وانا نقلت القصه برك.